أسعد الله مساءكم جميعا مشاهدينا الأفاضل، جمهورنا الرياضي الكريم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الرياضي المتجدد وبرنامج 60 دقيقة كرة الذي يأتيكم ككل مرة للحديث عن أبرز المستجدات الحاصلة في كرة القدم الجزائرية. البداية ستكون بالمنافسة الإفريقية الخاصة بالأندية التي عرفت تأهل 3 أندية جزائرية من أصل 4 إلى ربع نهائي المنافسة الإفريقية، دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. الحديث سيكون عن حظوظ الفرق الجزائرية في التنافس على التتويج القاري، وأيضا ما يعيشه شباب بالوزداد من احتجاجات من طرف الأنصار مطالبين برحيل الإدارة بعد أو بتحميلها مسؤوليات الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا. الحديث عن كل هذا مشاهدنا بالتفصيل سيكون خلال دقائق البرنامج بحضور كل من المدرب بشير مصطفاوي الحاضر معي. مساء الخير كوتش. أهلا محمد. مساء الخير. إذن شكرا على تلبية دعوة البرنامج، كما أسعد أيضا مشاهدينا باستضافة اللاعب السابق وحامل قميص العديد من الأندية الجزائرية عبد النور سويلة حاضر معنا اليوم. كوتش مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير الجمهور. شكرا على تلبيتك دعوة البرنامج. إذن كوتش، صولات وجولات في الملاعب الجزائرية، أين هو اليوم عبد النور سويلة في عالم كرة القدم؟ يعني في عالم كرة القدم، يعني الموسم الماضي كنت في فريق اتحاد الحراج مع الفئات الشبانية، والموسم هذا عندي يعني البارح وين تنصبت كمنسق كما نقول لك كورديناتور في الفئات الشبانية لنصر حسين داي. لنصر حسين داي. نتمنى لك التوفيق في مهمتك إن شاء الله الجديدة ربي كوتش. يوفقنا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن إلى أولى مواضيعنا المقترحة عليكم مشاهدينا الأفاضل في هذه السهرة الكروية، البداية من المنافسات الإفريقية وتحديدا من دوري أبطال إفريقيا الذي عرف عودة مولودية الجزائر بتأشيرة تأهل إلى ربع نهائي المنافسة الأغلى إفريقيا من تنزانيا بعد العودة أو تحقيق تعادل في مباراة كانت صعبة وشاقة. بشير مصطفاوي، المولودية حتى الجولة الختامية تحجز مقعدها في الدور ربع النهائي، تحقق أولى أهدافها لهذا الموسم. أولا وقبل كل شيء نرحب بالشيخ صويلح معنا في الحصة. ثانيا نعود نتكلموا على مولودية الجزائر، نهنئوا جمهور مولودية الجزائر، إدارة مولودية الجزائر، حتى الطاقم الفني على هذا التأهل المستحق إلى الدور الربع النهائي اللي كان شاق وكان صعيب، يعني ماهوش سهل. تغيير مدرب كان اللي جاب ديكليك، قدم إضافة، تأهل شفناها حتى آخر مقابلة وحتى آخر دقيقة باش تأهلوا. نهنئوهم وإن شاء الله نتمنوا لهم المزيد من النجاح. كل النجاح لمولودية الجزائر طبعا والأندية الإفريقية أيضا في المنافسات الإفريقية. عبد النور سويلح، نتكلموا على المولودية اللي تقريبا صارعت حتى الدقائق الأخيرة من هذه المنافسة. عودة ربما حلاوتها تكمن في أنها كانت صعبة وخاصة جات من خارج الديار. يعني شفت المقابله هذه الاخيره ونتبع اسم كما يقول لك تبعنا كاس افريقيا هذه. يعني المولوديه هو لو ديكليك وين كان في تغيير المدرب. يعني المدرب لحقت وين مومون دوني ما مشاتلوش، حصل على بطوله، تحصل على بطوله، مشى للكاس افريقيا، لحقت وين ما مشاتش. يعني الديكليك تاع المدرب، يعني المدرب اللي جاب معه، انا عندي كما يقول لك معلومات. المدرب هذاك بومال كي كان هو على راس الفريق، كان اكزيجي امور، كان عنده امور لازم تجي 2 سوايع قبل المقابله، لازم 2 سوايع قبل التدريب. كاين امور، كاين نظام داخلي، كان نظام داخلي اللي كان داروا اثر شويه على اللاعبين. كي جاء هذا المدرب هذا يعني خفف من هذوك الامور، يعني مشات له كما يقول لك الحمد لله جازوا الكارت فينال. ان شاء الله نشوفوهم في الديمي فينال ولا فينال ان شاء الله. شوف بانه قدوم بني يحيى كان في الوقت المناسب. لا في الوقت المناسب، يعني كاين وين المدرب تغيير المدرب يخلق هذاك الديكليك. والبارح شفنا مقابله، يعني داروا مقابله في المستوى. برك شفت يعني يتكلموا يقول لك الشوط الثاني رجعوا للدفاع. شفنا الشوط الاول وين المولوديه كانت قادره تسجل، والشوط الثاني شفنا قرا الفريق المنافس اللي يعرف يتعامل بالكره، يكونسيرفي مليح البالون، عرف كيفاش يغلق باش ما يلحقولوش يسجلوا.
يعني ودرنا ماتش نيل والحمد لله، يعني نتمناو لهم كما يقول لك التوفيق لنا. المولودية أبانت عن قوة دفاعية. بشير مصطفاوي ربما نقطة قوة الفريق هو الدفاع، تلقى فقط هدفين خلال مرحلة المجموعات. كما قال ربما فريق يونغ أفريكانز كان أمام حتمية الفوز من أجل التأهل وحجز مقعده في ربع النهائي. لذلك في الشوط الثاني تقريبا قدم كل ما لديه، ما أجبره المولودية على التراجع وغلق كل المنافذ في مهمة يبدو أن غزالة وزملائه نجحوا في ذلك. نظن أن المقابلة كانت مقسومة إلى شوطين، يعني حتى الأداء كان متفاوت ما بين شوط وشوط. الشوط الأول كانت المباراة مفتوحة، كان قادر الفريق الخصم يسجل على مدن الجزائر، كما مدن الجزائر كانت عندها عدة فرص سانحة لتسجيل الأهداف. الشوط الثاني شفنا حسن تعامل المدرب، التعامل باستراتيجية دفاعية، لأنه كما ذكر صويلح الفريق كان يستحوذ على الكرة، كان لازم عليه انه يغلق جميع المنافذ ويلعب يعني بالهجمات المرتده. هذه استراتيجيه. ويعني كاين بعض من الناس وبعض من المحللين انه كره القدم هي الا لعب هجومي، حتى اللعب الدفاعي هو جزء من كرة القدم. هو اللعب، لانه الفرق اللي يكون عندها دفاع جيد ومنظم هي اللي راح تاخذ الالقاب. وخير دليل الفريق الايطالي، يعني يسجل هدف هدفين وخذا كاس العالم. لما يكون عندك الدفاع انت ما راحش تخسر المقابلات، يعني راح المقابله راح تريح 0-0 وانت تقدر تسجل من نصف فرصه. يعني عندك عده بالكرات المرتده، عندك كرات ثابته تقدر تفوز في المقابلات. يعني الدفاع هو اللي راح يلحق اي فريق باش يتوج. يعني انت تقدر تسجل هدفين ويسجلوا لك اهداف راح تخسر المقابله. والهدف الاساسي اللي راحت عليه مولود الجزائر الى التنقل هذا هو العوده بنتيجه ايجابيه، يا اما تعود بنقطه وتتاهل يا اما تفوز وتتاهل. حققوا الاهم. يعني هناك ورشه كبيره يعني امام المدرب الجديد بن يحيى. نتمناه ان شاء الله هو يعرف العمل تاعو جيدا، نتمناه ان شاء الله انه يتدارك ويقدم ان شاء الله الاضافه لا ناقصه ان شاء الله في الهجوم. بن يحيى امام فتره ربما للتدارك. صويلح، بن يحيى جاء في ظروف خلينا نقولوا صعبه، ضغوطات كبيره على المولوديه، مطالب بتحقيق النتائج الايجابيه وتحقيق خاصه التاهل الى الدور الثاني من رابطه الابطال. الان بن يحيى امام متسع من الوقت من اجل ربما العمل بشكل مناسب مع المولوديه، تطبيق افكاره باريحيه بعيدا عن كل الضغوط. يعني راح يكون مرتاح بارابور كيما جا كانوا عنده ما نقولوش كانوا عنده ضغوطات، نقولوا كانوا عنده ضغوطات باش يتاهل. ضغط النتائج هو ضغط النتائج، هذاك ضغط النتائج عرف كيفاش يسيروا. جا في البطوله في المولوديه على ما اظن ما ربح حتى ماتش مع بوميل برا، هو ربح في مقرا. سمع عاود رجع الثقه للجمهور. وحنا الثقه كي ترجعها للجمهور، حنا وراه كيما يقول لك البوان فور تاع الفريق الجمهور تاعو. الا كان واقف معاه في لي مومون ديفيسيل، يعني نقولوا في الاوقات الصعبه، وقف معاه ومشى مع الاداره واللاعبين ومنا راح يحقق نتائج ايجابيه. دوك هو كما قلت حقق نتائج ايجابيه، دوك عليه دوك كما يقول لك يعمل بارتياح. صحيح. ثم راهو مرتاح. وعلى ما اظن انا المدرب ما عندنا شك فيه، يعني خالد بن يحيى كلاعب سابق ولا كمدرب، يعني حكم عده انديه في المستوى. راح نشوفوا ان شاء الله المولوديه بوجه جديد، وان شاء الله كما يقول لك احنا دوك كيلكو سوا كما يقول لك النتائج هذه ستين اكسبيريونس، خبره الفريق المولوديه اللي عنده بزاف ما لعبش المنافسه الافريقيه. احنا لازم نروحوا نديروا اهداف. مام هذا العام نسطر هدف كارت فينال ولا ديمي فينال، ما نبيعوش الاوهام للجمهور، ما نحرقوش الخطوات. فوالا ما نحرقوش الخطوات. باسكو علاه نروحوا ايطاب بار ايطاب. هذا العام كارت فينال، العام الجاي ان شاء الله نشوفوا وين عندنا خلل، وين الا تاهلنا للكاس افريقيا نشوفوا وين عندنا وين لازمنا لاعبين تاع خبره. باسكو احنا المشكل في الجزائر عندنا لاعبين في المستوى، ما قدرش نهضر على اللاعبين، عندنا لاعبين في المستوى بصح ما عندهمش الخبره الافريقيه الكافيه. صحيح. لازم لهم خبره، لازم لاعبين تاع خبره
لو كان 4 لاعبين ما على باليش انا يجيبوا لاعبين يستمدوا لاعبين اللي يلعبوا المنافسه هذه بزاف، داو القاب، هذو ينجموا يفيدوك في الفريق. صحيح. ونتمنى لهم كما يقول لك ان شاء الله النجاح. إذن كل التوفيق بهذه النتيجة والتعادل من تنزانيا. مولودية الجزائر أنهى مرحلة المجموعات في المرتبة الثانية برصيد 9 نقاط خلف المتصدر الهلال السوداني الذي انهزم في آخر مباراة أمام تيبي مازومبي الكونغولي برباعية كاملة. المولودية بشير مصطفاوي لو فاز في المباراة كان يقدر يتأهل عن المجموعة في الصدارة ويكون ربما أكثر أريحية في الدور المقبل بالنظر لقيمة المنافسين الذين ينتظرون الفريق في الدور الثاني. هو ما كانش يحسب انه يتاهل يعني في المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. أهم شيء التأهل. اهم شيء يتاهل، يعني ضغط المباراه حتى المنافس اللي كان يلعب معه هو منافس مباشر للتاهل. لو انهزمت مولوديه الجزائر ما تاهلش، تقصى المولودية ويتأهل يونغ أفريكانز. يعني كان في المرتبة الأولى. صحيح. يعني منافس مباشر، إلزامية تحقيق نتيجة إيجابية. كان ماذا به يفوز هو باش يتحقق إن شاء الله يتأهل في المرتبة الأولى، باش يكون المنافس تاعو يعني من المجموعة الأخرى من يعني اللي يكون متأهل في المرتبة الثانية يكون أقل مستوى، يقدر أقل مستوى من اللي يتأهل في المرتبة الأولى. لكن ربع نهائي كأس إفريقيا ما فيش يعني ما تخيرش حتى مستوى كل فرق يكون متقارب ويكون عندهم مستوى يعني واحد. صحيح. إن شاء الله نتمنى لهم يعاودوا يتداركوا يعني النقائص على المستوى الفني، يعني حتى العقم الهجومي نتمنوا أنه يلقى الحل إن شاء الله باش يتأهلوا إن شاء الله للنصف النهائي، لما لا للنهائي ما عندهم ما يخسروا إن شاء الله. صحيح، يلعبوا بدون عقدات. تكلم بشير مصطفاوي على مشكل الهجومي في المولودية خلال مرحلة المجموعات 6 مباريات سجلت 4 أهداف، خلينا نقول أضعف هجوم في المجموعة بأقل رصيد من الأهداف. مش هو المشكل تاع الهجوم في المولودية حسب رأيك؟ المشكل تاع الهجوم تاع المولودية ما نقدرش نقولوا مشكل. دي فوت تنتدب لاعبين في المستوى كيما ديلور، عندهم مهاجمين في المستوى. الاسماء موجوده الاسماء موجوده. دي فوا ما تمشيش، كاين خلل ما يسجلوش الاهداف. هذه تولي المدرب. اسماء وراء الحلول يكونوا عند المدرب، ان شاء الله يكونوا عند خالد بن يحيى. مطالب خالد بن يحيى بايجاد حلول هجوميه في القريب العاجل. يعني انت لما تتكلم على الحلول الهجوميه يعني بما يسمى التنشيط الهجومي. التنشيط الهجومي عندنا 3 انواع من الهجوم، يعني عندنا الهجمه المنظمه، وعندنا الهجمه يعني الهجوم المعاكس، وعندنا الهجوم السريع. يعني اي نوع من انواع الهجومات اللي راح يعتمد عليها هي يعني حسب اللاعبين اللي عندك، حسب اللاعبين الموجودين. المشكل في التنشيط الهجومي. لما نتكلموا على الهجوم احنا نتكلموا على ثلاثي الهجوم، لا كنت تلعب 3 مهاجمين ولا تلعب مهاجمين 2. يعني المشكل هو التنشيط، يعني منظومه تاع فريق لازم تكون يعني منسجمه وعندها منظومه تعتمد عليها ولا استراتيجيه تعتمد عليها باش يكون ثمار الهجوم. يعني باش تزويد اللاعبين حتى المهاجمين لازم يكون عندهم تزويد كبير بالكرات. يا هل ترى هاد اللاعبين يعرفوا يتعاملوا مع الكرات العاليه، نصف عاليه، كرات ارضيه. يعني لازم عامل كبير ان شاء الله راح يلقى الحلول ان شاء الله. وهذا ما نتمناه، خاصه انه بالدور ربع النهائي المولوديه امام احتماليه مواجهه كل من انديه الترجي الرياضي التونسي اورلاندو بايرتس الجنوب الافريقي الذي كان منافسا شرسا وتسبب في اقصاء شباب بالوزداد، وايضا الجيش الملكي المغربي. هما المنافسين المحتملين لتاهلوا في صداره مجموعتهم. من هو المنافس الذي تراه الانسب للمولوديه في الدور ربع النهائي؟ المنافس المناسب يعني هذه الفرق في 3 يعني في 4 نقولوا من المولوديه ما دام تاهلوا للكارت فينال يعني عندهم مستوى عالي. يعني احنا ان شاء الله ماذا بينا ما يتلاقاوش مع الترجي اللي يكون فيه يوسف بالليل. لا ماشي على بالليل سي نورمال. ماذا بينا باسكو راح بالليل بالك الى الماتش تاع مقابله واحده اخرى، والمقابله كيما هذه راه يلعب 200%. ماذا بينا ان شاء الله ما يتلاقاوش معاه. ما نقول لك
المنافس اللي تلاقى مع المولوديه لازم يدير له حساب، ألف الحساب، باسكو المنافسين كاع في المستوى. كاع في المستوى صحيح. مواجهه مرتقبه بين المولوديه والترجي. يوسف بليلي قد يواجه المولوديه في مرحله حاسمه من دوري ابطال افريقيا. شفنا يوسف بالليلي يعني راهو هو لاعب حاسم يعني، ويقدم في موسم خيالي يعني احسن من الموسم. لو تشوف الاحصائيات تاعو مع الترجي يعني اهداف والمساهمه التهديفيه تاعو يعني تمريرات حاسمه او اهداف سجلها احسن من الموسم اللي فات. حنا نتمناو المولوديه تكون في احسن احوالها. انا قلنا بلي المنظومه الدفاعيه تاعها راهي متماسكه صحيح. وجيده. نتمناو يصيب الحلول يعني هجوميا. اي فريق يعني من الفرق الاربعه اللي راح يتلاقاو بهم، عندنا ديربيين مغاربيين مع الجيش الملكي، الجيش الملكي المغربي صحيح، او وترجي الترجي تونسي، او اورلاندو بايرتس اللي هو حتى هو فريق ماهوش سهل يعني. شفنا شباب بالوزداد عانى واقصي بسببه يعني، حتى النتائج اللي كانت مباشره ما هزيمه داخل الديار واخرى خارج الديار يعني ماهوش فريق سهل. نتمنوا انهم يحضروا ان شاء الله في احسن الاحوال، وان شاء الله يكون التاهل من نصيبهم ان شاء الله. هذا كمان نتمناوه. كل التوفيق طبعا لمولوديه الجزائر في دوري ابطال افريقيا. الامور ربما تكلمنا على الجانب الهجومي للمولوديه، الامور تتحرك في بيت المولوديه بعد خلينا نقول وصول عرض رسمي من نادي مونبولييه الفرنسي للمولوديه الراغب في التعاقد مع المهاجم اوندي دولور على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم. القرار لحد الان لم يفصل فيه من طرف اداره المولوديه التي ستجتمع بها المدرب خالد بن يحيى للبث في الموضوع. ما رايك في هذا العرض؟ هل انت مع رحيل دولور عن المولوديه ام انه المولوديه مطالبه بالاحتفاظ بهذا اللاعب، خاصه انه تنتظرها مباريات مهمه في دوري الابطال؟ يعني دولور ماهوش يقدم في اداء يعني اللي في المنتظر منه. انا بالنسبه لي الرحيل تاعو راح يكون خير، بصح لازم يكون البديل. لازم مهاجم يكون في المستوى، بالك ما تأقلمش هو مع الملاعب الجزائريه، كاين دي بارامتر يدخلوا، بالك ما تأقلمش مع الملاعب الجزائريه، ما قدرش لازم انا بالنسبه لي ماشي راح نقص من الامكانيات تاع دولور. بالك دولور تشوفه في مونبيلي وجه واحد اخر، مستوى واحد اخر. دولور لم يتأقلم في البطوله الجزائريه ومع مولوديه الجزائر. كوتش بشير مصطفى، ما رايك في عرض مونبولييه للتعاقد مع دولور؟ هل انت مع رحيل اللاعب ام مع بقائه لافاده المولوديه بخبرته في المرحله القادمه؟ أنا نظن أنه ديلور ما قدمش الإضافة اللازمة لمولودية الجزائر منذ قدومه يعني، ماهوش يلعب بمستواه المحول يعني. هو قيمة ثابتة يعني، قدم إضافة في الفريق الوطني، حتى في البطولة الفرنسية كان يسجل عدة أهداف وكان حاسم مع الفرق اللي لعب لها. لكن مع مولودية الجزائر ما قدمش الإضافة ويتقاضى أجر يعني مرتفع كبير. نظن أنه لاعب أنت باش تتعاقد معه ولا تسرحوا ولا تشوف ما هي الفائده تاع الفريق تاعك. نظن انه لو يسرحوه وان شاء الله يعاودوا يستقدموا، نضم صوتي انا لصوت صويلح، مهاجم يعني من الطراز العالي. اذا كان عندهم يعني رخصه للاعب باش يقدر يشارك في المنافسه الافريقيه، حتى هذا الشيء لازم يكون. أنظن أنه تسريحه هو أحسن لمولودية الجزائر، لأنه راح يستفادوا منه ماليا، ما دام أنه ما استفادوش منه رياضيا. تشوف رحيل دولور، مولودية مطالبة بإيجاد البديل، هل البديل موجود في هذه الفترة من الموسم؟ نظن في السوق الآن ما هو الفريق اللي راح يعطي لك اللاعب تاعك، لكن لو تدفع أموال يعني تكون إعارة بعض اللاعبين. انا نشوفوا في يعني نادي بارادو عندهم لاعبين ممتازين مثل بولبينا، ولا يقدروا استعاره ل6 اشهر يكملوا به يعني البطوله الافريقيه هذا، ولا حتى كحيلي هذاك عنده امكانيات كبيره يعني. هناك بعض اللاعبين متاحين، لكن لازم عرض مالي يكون معتبر، يكون مغري. العروض الماليه المغريه، هل هناك اسماء في الهجوم قادره على تدعيم المولوديه خاصه على المستوى الافريقي؟ احنا في الجزائر هنا وقال لك كاين نادي بارادو كاين، بصح انت راح تلعب منافسه افريقيه وعندك كارت فينال كوب دافريك يعني. انت كاين مناجر الفريق لازم يسعى
يسعى ويبحث. كاين لاعبين في افريقيا، كاين لاعبين في البطوله المغربيه، كاين لاعبين يعني في المستوى اللي يجي باش يزيد لك الاضافه هذيك. دوك حنا نقولوا ديالو الراح يجيك تجيب ان اتاكون اللي على بالك باللي هذا راح يفيدك، راح يعاونك. كاينين لاعبين حنا لازم يسعى. كاين ماناجر الفريق ولا اسمه، كاين دوك كاين كيما يقول لك يلاه المسؤولية ستكون ثقيلة على إدارة المولودية. يقدروا يجيبوا لاعب اللي يكون في المستوى يعني. المدرب كاين المدرب خالد بن يحيى يقدروا معاه يقدر يصيب لهم لاعبين. أكيد كاين لاعبين على كل حال هما يسعوا. الميركاتو إذن سيكون حاسم في تعزيز صفوف المولودية الجزائر من أجل التعاقد مع لاعبين قادرين، مثل ما أجمع الفنيون الحاضرون معي في البلاطو على تقديم الإضافة إلى مولودية الجزائر سواء في البطولة وحتى وخاصة في المنافسة الإفريقية. نبقى دائما في المنافسة الإفريقية مشاهدينا الأفاضل، من دوري الأبطال إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي أكد اتحاد الجزائر علو كعبه بفوز آخر هنا داخل الديار أمام جراف السنغالي ب2-0. فوز أكد من خلاله اتحاد العاصمة بقيادة المدرب نبيل معلول صدارة المجموعة ب14 نقطة كاملة. كوتش بشير مصطفاوي، الاتحاد من مباراة لأخرى يؤكد بأنه منافس على اللقب وليس فقط على التأهل للدور الثاني. اتحاد العاصمة يعني من موسم لآخر ومن مقابلة لأخرى أو يثبت في علو كعبه كما راك قلت. هذه استراتيجية يعني كما تطرق سويلح ثاني وقال أنه لازم ما نبيعوش الأوهام. هذه استراتيجية كانت مسطرة يعني عندها أكثر من 5 ولا 6 سنوات. بداو ينافسوا في البطولة الإفريقية، لحقوا للنهائي، بعدين توجوا به، ضيعوا نهائي التأهل إلى نهائي كان في متناول يعني بعد القضية تاع الفريق المغربي نهضة بركان. والآن يعني يلعبوا بكل عقلانية، حتى الانتدابات تاعهم كانت مدروسة، حتى لوساتور تاع الفريق تاعهم يعني الركائز تاع الفريق قعدوا في الفريق. يعني تشوف بالاستراتيجيه مدروسه، حتى مدرب يعني عنده باع في البطوله الافريقيه اللي قدم الاضافه اللازمه للفريق يعني، والفريق يمشي وعنده كل الامكانيات باش يقدر يتوج بهذه الكاس الافريقيه للمره الثانيه، وكانت راح تكون المره الثالثه لولا الامور اللي ما خرجت عن اطارها الرياضي. اللي خرجت عن اطارها الرياضي. طبعا الامور في اتحاد الجزائر ربما محسومه من بدايتها، خلينا نقول بالنظر للمستوى اللي قدمه الاتحاد في مرحله المجموعات بدون هزيمه، 4 انتصارات تعادلين، متصدر باريحيه ويتاهل ليؤكد حقيته بالتنافس على اللقب الافريقي. اتحاد العاصمه الاستثمار تاعهم الاول يعني اللي داروه باش راهم ناجحين كيما نقول لك في كاس افريقيا ولا في البطوله. يعني انا نشوفوا الفريق ولا في الكاس، انا نشوفوا الفريق النتائج تاعو في المستوى ومستواه ثابت في المواسم الاخيره. المستوى ثابت. هما الاستثمار تاعهم الاولاني اللي داروه في المدرب، يعني مدرب في المستوى. مدرب كان لاعب كبير ومدرب كبير، حكم فرق وطنيه، الفريق الوطني التونسي، خدم في السعوديه. يعني المدرب هذا عنده خبره كبيره. وشفنا امور بيت اتحاد العاصمه فيه الهدوء، ما كانش يعني مشاكل بين الرئيس ولا بين المدرب ولا بين المناجر ولا يعني. شفنا بداو كيما يقول لك داروا ان ريكريتمون يعني مدروس، ماشي يعني لي بوست اللي خصوهم على حسب الامكانيات تاع الفريق تاعهم. هما عندهم امكانيات يعني كي تشوف فريق منظم، اسمع نشوفوا فريق منظم وما كاش مشاكل، ما كاش اسمه الفريق. احنا المشكل ماهوش في اللاعبين ولا في لاكاليتي تكنيك، احنا المشكل في المحيط تاع النادي. اذا كان فيه مشاكل ما راحش تقدم مستوى مليح، ولا ما كانوش مشاكل وسهلوا لك الامور باش تخدم. والمدرب هذا يسمى جاب عنده الاضافه تاعو. على بها رانا نشوفوا فريق اتحاد العاصمه ورايح وبدون كيما يقول لك بدون حس، ما كانش يعني لا حس، ينطلق ويتقدم في هدوء. اذا الاتحاد بفوزه ايضا على جراف يحقق التاهل في الصداره. بشير مصطفاوي، ايضا الاتحاد تقريبا خلينا نقولوا ينتقم رياضيا من جراف السنغالي بعد الاحداث اللي صارت في مباراه الذهاب بالسنغال والاعتداءات على اللاعبين وايضا على انصار الاتحاد. اتحاد العاصمه يتسبب في اقصاء نادي جراف السنغالي
ويمنح هدية خلينا نقولوا على طبق من ذهب لنادي آسيا كيمي موسى. هو ما انتقمش، هو يعني لعب يعني وبروح بروح رياضة. رياضيه، ما حب يقدم هديه لاي واحد. هو يعني نافس منافسه شريفه، قدم مقابله يعني في القمه، اداء رائع، يعني مقابله كانت شيقه، اعطى نظره جيده، يعني كانه فريق يعني فريق منظم على كل الخطوط، صحيح. دفاعيا هجوميا، حتى في تشوف فريق يعني عنده مستوى. يعني لما تشوف المقابله تشوف بلي فريق انه كي يحب يطلع المستوى ياكسيليري لو جو، ياكسيليري يهبط المستوى، يتحكم في المقابله كما ينبغي، وحب يفوز بالمقابله، فاز بالمقابله يعني. هذاك هو اهم شيء. حتى انصار الاتحاد تقريبا لحقوا المرحله وين يشوفوا المباراه بدون اي ضغط، لانهم تقريبا بالنظر لمستوى الاتحاد متاكدين بانه في النتيجه في الاخير سيحقق نتيجه هذه هي ايجابيه. الثقه المتبادله اللي كان يتكلم عليها صويلح لمولوديه الجزائر، يعني الثقه ما بين الفريق، ما بين اللاعبين والمدرب، ما بين المدرب واللاعبين صحيح. والاداره، وحتى الانصار اللي اصبحت عندهم ثقه وثقافه. يعني انصار اتحاد الجزائر هم صحيح. معروفين، اصبحت عندهم ثقافه حتى في كاس الكونفدراليه الافريقيه، اصبح يعني من كبار القاره ويحسب له ألف حساب. نتمنى إن شاء الله يتوج بهذا الكأس إن شاء الله. وهذا ما نتمناه، عودة التاج لصاحبه اتحاد الجزائر. مشاهدينا، نواصل الحديث في مختلف المواضيع المقترحة في هذه السهرة الكروية عن اتحاد الجزائر، عن شباب قسنطينة، وأيضا شباب بلوزداد، لكن كل هذا سيكون في الجزء الثاني من هذا البرنامج. خلونا نروح فاصل قصير ثم نواصل النقاش.